بكلمة وبمشاعر صادقة حاور، بسلاح الثقافة والعلم أبدع، بحب العمل الميداني واصل التقدم والنجاح، فلم يقف بل ثابر ليكون عمله هو سلاح التقدم والإبداع. باسم إذاعة 1FM وباسمكم مستمعينا أرحب بضيفي الإعلامي دولوفان تشاتو مراسل قناة كردستان 24. يسعد لي مساك. يسعد مساك سامر، مساء المستمعين. أول شيء قبل كل شيء بدي رحب فيك، بدي مسي عليك كمان، وبدي أتشكر تواضعك اليوم، لأنك هيك اليوم أغنيتنا ببرنامج وجوه إعلامية. تسلم لي يا رب، إن شاء الله هذا من لطفك طبعا. حبيب قلبي. دولوفان، خلينا نحكي كبداية دخولك لمجال الإعلام. هلا مثل ما أنا بعرف إنك دارس أو دراستك ما لها علاقة أبدا بالإعلام، ممكن كانت كلية الطب البيطري، فاختيارك للإعلام، مجال الإعلام، شو كان السبب ببداية؟ صراحة يعني يمكن أنا مثل كثيرين من الناس اللي عايشة بمنطقتنا، يمكن كل واحد بيرسم هدف. نعم. يعني إذا هيك بدنا نصور هيك مثل لوحة كاريكاتورية، إذا بدك تحط الهدف وترمي السهم، أكيد سهمك راح يروح مطرح ثاني، يعني ما يجي مثل ما أنت صورت أو خططت يعني. نعم. طبعا ظروف قاهرة يعني خارج عن إرادة الكل. يعني أنا كمان واحد من هالناس، من صغري بحب المسرح، بحب التمثيل، بحب الإعلام هيك يعني. سبحان الله ما بعرف ليش بحب الجو أنا هون كان بدي أقول شغلة. ببداية أعدادي للحلقة كنت بقول دولوفان تشاتو كانوا بيقولوا لي الكاتب، كاتب القصص، كانوا بيقولوا لي المسرحي، الموسيقي، كانوا بيقولوا لي اللي بيكتب واللي بيجذب واللي بيخلينا نغرق بإبداعاته. ف كنت بدي أقول لهم إنه فيني سميه الفنان الشامل من كل شيء، كمسرحي، ككاتب، كروائي، حتى بالإعلام، اللي هو كمان الإعلام يعتبر من أحد أبواب أو ستائر الفن. بس خلينا نحكي أكثر شوي عن حضرتك دولوفان، لكن كشخص الغير إعلامي قبل ما ندخل بمجال الإعلام. تمام. أنا كمان كان بدي أحكي الشغلة هي بصراحة. يعني أنا يمكن أحلامي تتحقق ولا بس بشكل متأخر. يعني أنا من صغري عندي أحلام ما بتتحقق، يعني سبحان الله. يعني دائما بتتحقق، ولكن ممكن بدها وقت، يعني بدها وقت، أو يعني بتفقد حلاوتها يعني. يعني بصل على أحلامي بس بشكل متأخر جدا يعني. واحدة منهم مسألة الإعلام يعني. طبعا من صغري أنا كنت عايش بأحد القرى التابعة لمدينة القامشلي، اسمها قرية الزيوان، بعيدة 10 كيلومتر تقريبا. إداريا نحن يمكن تابعين تربسبية قحطانية، بس نحن قريبين على القامشلي أكثر. بعد انتقلت على القامشلي ودرست الإعدادي والثانوي. طبعا دراستي للبيطرة كمان كانت مو برغبتي. يعني أنا كان في عندي أب وأم ختايرة يعني نوعا ما، يعني كبار بالعمر. تصور يعني والدي أكبر مني ب70 سنة. أوه، عمر كتير كبير. طبعا أصغر العنقود ولا يعني؟ لا، لسه في واحد ثاني أصغر. في لسه أصغر مني. فأخواني اللي تجوزوا اللي راحوا وطلعوا، أنا الوحيد اللي ضليت بالبيت. كنت مجبور يعني أكون عند الوالدين. طبعا انفرض علي إنه أدرس أي شغلة يكون في توظيف إجباري، يعني مشان بس أتوظف يعني وأكون قريب على بحث عن الوظيفة والمرتب. بحث عن الوظيفة بس يعني. هاي كانت، ولا رغبتي ما كانت لا البيطرة ولا غيرها. أنا كنت بحب المجال الإعلام كذا. المهم بعد 2004 طبعا من أيام البكالوريا كان في عندي اهتمام بالفلكلور، جمع الفلكلور، الأغاني الفلكلورية، أي شيء يتعلق بالفلكلور. كمان كان في عندي هيك رغبة لجمع القصص، لأنه يعني عندنا بالبيت بالقرية كان في عندنا جيران بيجوا المسويات، باعتبار ما كان في عندنا كهرباء، كنا على ضوء اللمبة والشغلات القديمة. بقى كل واحد يعني يحكي لنا قصة شغلة كذا. يعني أنا جمعت كل هالقصص وحبيت أكتبهم يعني. جميل. طبعا بأسلوب روائي أو أسلوب قصصي. من 2004 يمكن أنا دخلت مجال إنه أكتب بشكل رسمي يعني. ليش ما أكتب؟ أنا شو ناقصني غير إنه بس يعني الشغلات اللي موجودة برأسي يعني أكتبها على ورق. وبلشت كمان مجال الإعلام، يعني اجتني فرصة
كنت بتعامل مع مجلات، صحف، بكتب مقالات، بكتب قصص، يعني كنت قريب على الوسط الإعلامي. يعني يمكن في بدي يسميها انه مراسلي الازمه او صحفي الازمه، انا واحد منهم يعني. صراحه يعني اجتني فرصه. طبعا صحيح انا ماني دارس اعلام، بس الحمد لله خلال مسيرتي 3-4 سنوات بالاعلام بشهاده اصدقائي واللي حواليني الحمد لله يعني كنت ناجح نوعا ما. وهذا كمان اعطاني دفع، يعني انا دائما بعتبره هلا مثل حضرتك كمان أثنيت على عملي، يعني بعتبره وسام هذا بصراحة. يعني هي الحقيقة بدون مجاملة عن جد. كان حابب كمان بما أنه هيك من شوي أنت حكيت عن العادات والتقاليد الموجودة، أو حتى أعطيتنا الشعور لمبة الغاز أو الأجواء والامرأة الكبيرة اللي عم تحكي روايات وقصص أو تاريخية. مثل ما بعرف أو سمعت أنه في عندك بحث كامل عن الأعراس الكردية، وخلالها من فترة بين 1940 لل 1990، لكن غير مطبوعة أو غير منشورة. صح. شو السبب؟ شو السبب بأنك فكرت بهيك بحث، لكن شو السبب الأهم أنه لهلأ منا مطبوعة؟ طبعا أنا عندي مجموعتين قصصيات كمان يعني غير مطبوعات. طبعا السبب الأساسي مثلي مثل غيري يعني من الكتاب القصص أو سواء كانوا شعراء عندهم إنتاج غير مطبوع، والسبب أكيد أسباب مادية، عدم وجود دور نشر. يعني أنا فيني أطبع المجموعات القصصية وكمان البحث تبعي بمطبعة عادية أو بطابعة، يعني راح تكون مستوى الفني أكيد متدني، فأنا حبيت تكون هيك مستواها شوي عالي. لحد هلا صبرت وقلت يلا خلينا أجل، يا أما تكون بمستوى كويس جيد أو ما راح أطبعهم. يعني لحد هلا البحث تبعي كمان أنا عشت يعني فترة هالأعراس، يعني عشت تقريبا شيء كم سنة من صغري، ولا زلت احتفظ بذاكرتي. في عادات، طبعا في عادات سيئة وفي عادات غير سيئة، عادات جميلة. يعني أنا حبيت أنقل هالواقع هالأحداث للجيل القادم أو الأجيال القادمة، لكي يعني حتى يعرفوا إنه شلون كانت الأعراس. طبعا أنا بحث من إيمت يبلش من وقت ما العريس يشوف له وحده او اهله بالاحرى بهذاك الوقت يشوفوا له عروسه لبين ما يتجوز حتى يوم الصباحيه مثل ما بيقولوا. جميل. بهالفتره هاي طبعا في خلال 50 سنه للاسف انا حاولت انه اوسع البحث لمناطق ديريك وكوبان وعفرين، بس يعني الامكانيات ضعيفه كانت. انا حصرت منطقه الاشدي مثل ما يقولوا من القامشلي ل شلاغا ومنطقة تربسبيها القرى اللي حواليه. بهالفترة هاي بهالفترة 50 سنة شو كان في عنا عادات الأعراس، كيف كانت تمشي بيت العريس، شو عم يعملوا بيت العروس، شو عم يعملوا رفقات العريس، شو في أغاني يعني حتى في أيام الخطبة، أيام الحنة، يوم العرس، يعني شغلات متعلقة بالأعراس. جميل جدا. يا ترى رح نشوفه على الأرض الواقع، أو رح يعني في امل انه نشوفه مطبوع؟ والله انا يا ريت يعني كنت حابب اصلا كان في عندي مشروع انه اصور بعض هالاعراس يعني ولو كفيلم توثيقي وثائقي. حتى طبعا عندي شغلات ثانيه، جمعت عدد كثير من الالعاب القديمه اللي تخص بالاطفال حتى بالكبار بالبنات بالشباب. في العاب بالليل وفي العاب بالنهار، العاب مثلا بالتشول يعني بالفضاء بيلعبوا، كمان في العاب من ضمن القرى. يعني انا بتذكر الصف السادس درست على ضوء اللمبه، ما كان في عندنا كهرباء، يعني وقت متاخر اجتنا الكهرباء، فكان الشغله الوحيده بالقرى اللعب، يعني حتى الكبار والصغار كلهم عم يلعبوا. طبعا في العاب متعدده، يعني كان في عندي مشروع اصور هالالعاب كل لعبه حلقه. يعني أنا حاط ببالي إنه بالأيام القادمة إن شاء الله بعد ما يصير في عندنا إمكانيات وشركات إنتاج، يعني هلا مثل مرايا أو مثل برامج سكيتشات كانوا عم يقدموا، كلهم هيك شغلات يعني عادية بحياة الناس، وعملوها حلقات مسلسلات. إن شاء الله يا رب هاي الفكرة كمان بتنولد ونشوفها قدامنا إن شاء الله. قبل ما نخوض تجربة الأعلام، كمان شاركت في 3 مهرجانات للقصة القصيرة، لو هيك تعطينا رؤية بسيطة عن هالمشاركة. طبعا مهرجان القصة القصيرة
بلشت أول سنة يمكن ب 2015 إذا ماني غلطان. أول مهرجان، مهرجان القصة القصيرة. أنا كنت واحد من هالناس، يمكن كنا 12 بهذاك الوقت، 15 أو 12 ما عاد أتذكر. بعد السنة اللي بعدها صار معي حادثة حرق طبعا، الله يبعدها عن كل الناس. الله يسلمك يا رب. السنة اللي بعدها كمان يمكن ما بعرف شو صار. العام الماضي والعام هذا كمان كان في مهرجان القصة القصيرة، شاركت يعني 3 مهرجانات. طبعا هاي دفعة، أو بالأحرى يعني كانت التجربة الوحيدة عندنا بروج آفا تصير هيك مهرجان القصة القصيرة. يعني كان في مهرجانات للشعر كثيرة، وحتى عدد الشعراء يعني عدد كثير من الكتاب بيعتبروا حالهم شعراء، ولكن كتاب القصة عندنا يمكن بيعدوا على الأصابع. أنا حبيت التجربة هاي، وفعلا لو عندي مجال دائما بدي شارك يعني إن شاء الله. في شعور بالاستمرارية لهيك مهرجانات؟ طبعا يعني متفائل. يعني قيام هالمهرجان بحد ذاته هو دفع، هو تشجيع انه اي واحد كاتب بلاقي عنده امكانية كتابة قصة يكتب قصة يعني. جميل، جميل جدا. اكيد رح نروح فاصل قصير جدا ورح نرجع لنكفي مشوارنا ببرنامجكم وجوه اعلامية. دولوفان تشاتو مارس وعاش الحياة بكل تفاصيلها وبأدق تفاصيلها، وتعمق بأدق تفاصيل الحياة. فكان الفنان الشامل قبل ما يدخل مجال الإعلام، ولكن دخوله لمجال الإعلام كان من خلال كردستان 24. شو بتعني لك كردستان 24؟ أنا بعتبر حالي شخص محظوظ. يعني لاني دارس صحافي ولا مارست الإعلام بحياتي كصحفي، فقط كنت أتعامل مع الإعلام المكتوب، يعني مجلات صحف بكتب لهم يعني قصص أو مثلا مقالات كذا، أما كمراسل صحفي أو إعلامي أو بالإذاعة ما مارست. دخولي بالوسط الإعلامي كان عبر قناة ضخمة، قناة يحسب لها، قناة منافسة في الوسط الإعلامي. بعتبر حالي محظوظ. بنفس الوقت كان في تحدي لإلي، انه قناة بهذه الضخامة اختاروني انه انا اصير، علما انه ما عندي بالسي في تبعي ما عندي اي تجربة اعلامية طبعا. انا كمان يعني صار التحدي، حبيت هالمغامرة هاي، وطبعا يعني امكانيات متواضعة، واستفدت كمان خبرات بعض الاصدقاء الحمد لله ونجحت يعني. بعتبر كردستان 24 بيتي الثاني طبعا، وكمان هو أساس أنا ما راح أنسى تجربتي بهاي القناة. المدرسة الأولى كانت طبعا مدرستي الأولى أكيد. اختيارك للمراسلة؟ طبعا مثل ما قلت لك بالبداية إنه جتني فرصة، يعني بتذكر قبل بالتسعينات أو يعني 95 دائما كنا نطلع أعياد نوروز أو نطلع رحلات. يعني دائما كنت بحمل مشط، بعمل حالي مراسل وبعمل مقابلة. يعني أنا بتذكر من 25 سنة عندي كاميرا منزلية كانت دائما هيك عم بصور وكذا، بحط بالكاميرا بإيد أحد أقربائنا أخواتي عم صورني وأنا بصير حالي مراسل، يعني بعمل مقابلات يعني. إيه فيمكن هاي كان هاجس عندي، والحمد لله اجتني هالفرصه واستغليت الفرصه. حققت على ارض الواقع. اي والله ولو كان متاخر بس الحمد لله. بدل المشط فاكيد صار في عندك المايك بايدك. جميل جدا عن جد. طيب كدولوفان تشاتو كمراسل عشت بين العالم، خضت تجارب المجتمع، كنت صوتهم، كنت الطريقه اللي عم يوصلوا ألمهم للناس، كنت عم توصل الألم، أوجاعهم، مشاكلهم. برأيك أنت شو بإحساسك أنك وصلت شيء من معاناة الشعب من خلال مراسلتك أو من خلال المايك تبعك؟ أكيد نحن هلا بين الكتاب يعني معروف أنه الكاتب هو ضمير الشعب. برأيي أنه الإعلامي كمان
في حمل كتير ثقيل على عاتق الإعلامي، لأنه الإعلامي مرآة المجتمع. وكمان يعني أنا دائما بعتبر حالي مثل الإسعاف. الإسعاف لما بيصير في لا سمح الله تفجير أو أي شغلة، بتلاقي العالم تهرب من المحل مكان الحادث، الإسعاف بيروح. نحن كمان الإعلاميين نفس العملية. طبعا هذا أي شخص ما بيقدر بيعمل هيك شغلات إذا ما كان آمن برسالته أو بيحب شغله. طبعا أنا بعشق شغلي يعني، حلو. مو بحبه بعشقه يعني، في عشق. ولهيك يعني أنا حاس إنه سبب نجاحي إنه عشقي لعملي، وبشتغل يعني أنا بقدر أشتغل يوميا تقرير يعني، الحمد لله عندي إمكانية. إذا في مادة أشتغل يعني. تمام. بعدك عن التقارير السياسية، هي مقصودة أم أنت مانك حابب تخوض هاي المجال؟ صح، أنا طبعا بشتغل بكل المجالات يعني، سواء كان تقرير سياسي، رياضي، اجتماعي، شو ما كان يعني. طبعا مجال عملي بيفرض علي انه اشتغل كل التقارير طبعا. نعم. بس انا بكره التقارير السياسيه، بكره التقارير الحربيه. بحس انه العالم فعلا تعبوا خلال 7 سنوات حرب ودمار وكذا. العالم بدها تضحك، العالم بدها تفرح، العالم بدها شيء ماده سوفت تفرحوا يعني. دائما يعني لما بعمل فيتشر، خاصه الفيتشرات بشتغل بفيتشر، بحس بإمتاع يعني. أنا بستمتع بعمل هالتقرير أو هالفيتشر، بحس حالي إنه فعلا استمتعت، أكيد راح العالم كمان راح تستمتع. وفعلا يعني بلاقي حتى لما أنشر أي تقرير على صفحتي حسب الإعجابات والتعليقات بعرف إنه التقرير هذا حبوه الناس. التقرير السياسي يعني مثل السرنج اللي مرة واحدة يعني، بهاليوم وثاني يوم يعني رحت على المكب يعني مثل ما بيقولوا. يعني أما التقارير الاجتماعية الرياضية، التقارير اللي بتقربك من الناس، التقارير الاجتماعية هاي بتضل يعني حتى بعد 10 سنين فيك ترجع وتشوف هالتقرير هذا. جميل جدا. رح نلعب لعبة مع بعض أنا وأنت، شو رأيك؟ يتفضل. لكن قبل بحب كتير أسأل هالسؤال. أكيد كل الإعلاميين فيهم مواد، لكن في شيء أحب مادة لقلبه هو عمله ولهلأ بعده بيتذكرها. بالنسبة لديلوفانتشاتو شو هي أجمل مادة لهلأ بيشعر إنه كل ما شافها بيشعر بفخر إنه هو صنع هالمادة؟ أنا مثل ما حكيت لحضرتك إنه عندي تقارير متنوعة كل المجالات. نعم. الفيتشرات أهم عمل يعني محبة بالنسبة لي يعني، بحب كل الفيتشرات اللي أنا عملتهم بدون استثناء. بدون ما في واحد لا يعني داخل قلبك أنا ما في أنقي وحدي لأنه كلهم أحبابي. أنا يعني طبعا المادة اللي ما بحبها يعني يمكن ما أشتغلها، أو إذا ما كانت مفروضة علي. حتى إذا بدي أشتغل المادة هاي كمان يعني مثل ما بقول بفرح كل شحناتي بهالمادة حتى تطلع حلوة. بس المادة اللي أنا بحبها أكيد يعني راح تطلع أكيد حلوة يعني. إن شاء الله. أكيد راح نروح للعبة نلعبها مع الإعلامي ديلوفانتشاتو. فقرتنا هي ضد أو مع. في بعض الأسئلة بنجاوب بكلمة ضد أو مع فقط، لكن بشكل سريع. تفضل. أن يكون بمنطقتنا قانون للإعلام، ضد أم مع؟ طبعا أكيد مع. كثرة مؤسسات الإعلام بكل أنواعها والإعلاميين بمنطقتنا. شغلة كويسة إذا كان في لها ضوابط. المساكنة بين الجنسين يعني بين وبين. حماية الإعلاميين من تهديدات معينة. أكيد طبعا. يمكن هلا بدنا نحكي إنه الإعلاميين تعرضوا للخطر وكذا يعني، أكيد طبعا. نعم. المحسوبيات بمجال الإعلام المؤسساتي. ظاهرة غير جيدة. في الحرب السورية الكل خاسر. أكيد. مكونات المجتمع المدني فقدت الثقة ببعضها. صح. إن إعادة بناء الثقة بين الشعب الواحد شبه مستحيلة. لا طبعا، إذا فقدت معناته على الدنيا السلام. لا أكيد في ناس خيرين. ضد أم مع السياسة أداة لتفريق الشعوب؟ بالعشرة. ليس كل تغيير نافع. أكيد. هجرة الشعب الكردي بقصد البحث عن الأمان والعمل، ضد أم مع؟
يعني أنا ما فيني بكلمة هاي أجاوب عن السؤال هذا، يعني كل عائلة برأيك؟ يعني كل عائلة لها ظروف خاصة، يعني ما فينا نقدر بنعم أو لا، يعني فيك تقول ب 50% نعم و50% لا يعني. الزواج المدني بمنطقتنا حصرا ضد أم مع؟ ضد. جرائم الشرف؟ طبعا بقوانين غير ضابطة، أو مثل ما بيقولوا قوانين عشوائية، أكيد ضد. أنا ضد. فصل التربية والتعليم عن الخلافات السياسية ضد أم مع؟ مع. إعطاء المرأة الحرية الكاملة والتامة؟ طيب مو ليتحرر الرجل. فأنا بحس زاد على حدا لا. شو ضد أم مع؟ لا يعني الحرية الزايدة ما بعرف، يعني يمكن الحرية نسبية، يعني في إلا قوانين كمان الحرية، بس يعني تطبق القوانين، يعني نحن ما بعرف يعني إذا في مجال أحكي على الشغلة هاي، بس طيب رح أعطيك وقت. إيه، إنه نحن عندنا المرأة الجزراوية رح أسميها. بصراحة المرأة الجزراوية كانت حرة، وهي سيدة منزل، وهي كل شيء بمجتمعنا. يعني قصة إنه نجي نعطيها الحرية، والله هي إجحاف في حق المرأة يعني. فبقى أنا ضد يعني. طيب رح أسألك هون سؤال على حسب جوابك. المرأة لم تستخدم حريتها بشكلها الصحيح؟ أيوة صحيح. أنا معها. دخول المرأة معترك السياسة ضد أم مع؟ لا أكيد معها، في حال إذا كانت قادرة إنه توازن بين عملها والبيت يعني. أكيد دخول المرأة في صفوف القتال؟ لا أنا ضد. ضد. حجب المواقع الإباحية؟ طبعا مع. مع. طيب أكيد لهون تقريبا شيء 8 ضد كنت، لكن هلأ رح نرجع بعد الفاصل ونشوف ليش ضد. تمام. أكيد سألنا أنه إعادة الثقة بين المكونات شبه مستحيلة، فكان الضد لديك كتير قوية. شو السبب أو شو هذا التفاعل موجود جواتك، رغم عم نشوف بالآونة الأخيرة يوجد مشاكل أو يوجد بعد، إن كان حتى بعد حدود منطق أو حتى جغرافي أو حتى سياسي أو فكري، لكن أنت عم تقول إنه أنا ضد إنه طيب أنا راح أرجع قبل الأزمة. يعني نحاول نسترجع واقع. طبعا منطقتنا راح نحكي على منطقة الجزيرة. نعم. واقع منطقة الجزيرة قبل الأزمة كيف كانت؟ يعني أنا بعرف يعني الكل كانوا بيحبوا بعض، يعني نحن فساء مثل ما بيقولوا بمنطقة الجزيرة، كرد، عرب، أرمن، آشور، يزيديين، حتى كان في يهود قبل، هلا يمكن ما في. الكل كانوا تقريبا عيلة وحدة. نعم. بالقرى بتلاقي الباب مفتوح، ما حدا يدق الباب الثاني لأنه بيحسبها ببيته. أكيد ما أجت من فراغ. الأمور اللي صارت هلا بعد الأزمة بفعل فاعل، ولما بصير هيك أزمات وحروب كل شيء يستباح. لذلك أنا بعود على الماضي، لأنه الماضي كان تجربة جميلة، أكيد راح ترجع. يعني في أمل إنه ترجع طبعا إن شاء الله. لندخل رح نخرج من عالم الأعلامي دولوفان شاتو ونفوت هلأ بأعلامنا وبعالمنا ومنطقتنا، وخلينا نحكي شوي عن الأعلام بشكل عام. الأعلام الكردي بمنطقتنا شو رأيك فيه اليوم بعد 8 سنين أزمة؟ أكيد قبل الأزمة يعني بقدر انه ما كان في اقول انه ما كان في اعلام كردي بالمنطقه سوى الاعلام الحزبي. نعم. اعلام الاحزاب السياسيه كان طبعا هالاعلام كمان، يعني كل حزب لديه طابعه او مطبعه صغيره، يعني بيطبع مطبوعاته بينشرها بين انصاره او بين الجماهير كذا. اعلام ورقي فقط، يعني ما كان في اعلام، حتى راديو إذاعة صغيرة ما كانت فيه. طبعا هاي بعد الأزمة صار في مجال، دخلت قنوات عديدة سواء كانت كردية أو غير كردية، ولكن الصحفيين الإعلاميين اللي بيشتغلوا صحفيين كرد وعرب يعني مشكلين. أنت حكيت عن الإعلام الكردي،
كان تجربة، يعني سواء التجربة هاي جيدة أو غير جيدة، بالمحصلة هي التجربة راح تفيدنا بالمستقبل، إنه في كادر إعلامي قدر إنه يغطي الأحداث اللي جرت بالمنطقة ويوصلها للعالم أجمع. هاي بحد ذاتها النجاح يعني بعتبرها. طبعا هناك أخطاء، هناك عدم إمكانيات كثيرة. مثل ما بتعرف الإعلام بدها ضخ أموال لحتى تطلع القناة أو المؤسسة الإعلامية قناة جيدة أو ممتازة على مستوى العالم. رغم الإمكانيات المتدنية استطاع الإعلامي الكردي هون يعني ينقل الأحداث إلى جميع أنحاء العالم. تجربة كويسة كانت. برأيك الشخصي بمجال الإعلام، يا ترى إعلامنا بيفيد المجتمع بنظرك أم هو عبارة عن وسيلة ترفيهية مو أكتر؟ شو رأيك؟ لا للأسف يعني مو ترفيهية. يعني أنا بعرف أنه الشعب بكل المناطق ولا خاصة منطقتنا بتحب مثل بشكل عام نقول بتحب الكيف، بتحب الفرح، بتحب انه ترقص، تدبك، تغني، تطلع على الرحلات. يعني حاب يعني انا بعرف انه كثيرين ملوا من التلفزيون، ملوا من الإذاعات، ملوا كذا أخبار دائما قتل ودمار وسياسيين وكذا، ملوا يعني بدهم مسلسل ترفيهي، بدهم فيلم يحضروا فيلم، بدهم برنامج منوعات كذا، برنامج مسابقات لحتى العالم ترجع لحياتها الطبيعية. بالعكس إعلامنا لحد هلا للأسف لأنه أي وسيلة إعلامية دخلت رجعها عم تأخذ النمط السياسي أكثر، تأخذ النمط السياسي ونمط الجبهات وكذا. يعني تقريبا صار مؤسسات ربحية أكثر ما إنه بدها تخلي إنه الجماهير أيوة تستمتع. تلاقي يعني أكثرية الناس ما بتتابع النشرات الأخبار يعني. طيب برأيك هذا الشيء بدل إنه إعلامنا غير مستقل؟ طبعا غير مستقل. لا أكيد 100% إنه الإعلام غير مستقل. يعني حتى الإعلام المستقل نسبي، بتلاقي له اتجاه معين، بيرجع للصحفي نفسه والإعلامي نفسه يكون مهني. هناك فرق بين المهنية وفرق بين الاستقلالية. يعني قناة مستقلة أو غير مستقلة بيرجع لمهنية الإعلامي أو المجموعة اللي بيشتغلوا بهاي الوسيلة الإعلامية بيشتغلوا بمهنية. من شوية ذكرت أنه حتى أنت قلت عن نفسك أنه ممكن أني أنا أكون من إعلامي الأزمة، لكن هون سؤالي أيضا لك ولكل زملائنا الإعلاميين، يا ترى هل هناك إعلاميين حقيقيين أم هناك إعلاميين من صنع الأحداث أو الأزمة اللي هلأ نحن فيها؟ شو رأيك بإعلامينا نحن غير كمؤسسات إعلامية؟ تمام. يعني إذا بتتذكر قبل الأزمة قبل 10 سنين مثل ما ذكرت أنه ما كان في عنا وسائل إعلامية، وخاصة أنه عنا بسوريا يعني دراسة الإعلام كانت حكر على فئة معينة. يمكن ما كل الناس كانت تقدر تروح تدرس إعلام. صح. وهي أكيد سبب أساسي أنه قلة الإعلاميين الأكاديميين فينا نقول يعني. ولذلك بتلاقي يعني يمكن نسبة 50 أو أكثر من 50% الإعلاميين هلا بيشتغلوا ما نم دارسين إعلام، وأنا واحد منهم يعني. الحمد لله قدروا يعني هدول اللي نجحوا بالإعلام، لو أنه جتهم فرصة بهذاك الوقت يدرسوا إعلام يمكن كانوا يبدعوا يعني بمجال عملهم. شو حابب تقول لزملائك الإعلاميين هيك بكلمة من دلوفانشتو، من قلبه لدلوفانشتو؟ والله شو حابب تقول لهم لكل الزملاء؟ أنا فتت بالوسط الإعلامي يمكن متأخر، يعني صار لي 3-4 سنين، يعني 3 سنين وشوي. الإعلاميين الزملاء الموجودين على الساحة هني قبل مني ب4-5 سنين، يعني الأقل واحد عندهم صار له 6 سنين 7 سنين. فتت الحمد لله يعني تركت بصمة بظن يعني. أنا بطبعي يعني بحب كل الناس، ما بعرف أحقد، يعني كلمة الحقد ما عندي، بحبهم كلهم، حتى اللي ما بحبني كمان بحبه. لا جميل جدا. طيب لنسمع بعض الآراء من خلال زملاء إعلاميين لك، شو رأيهم بحضرتك؟ هناك ثاني إعلاميين. الزميل الإعلامي دلوفان شاتو بصراحة من الصحفيين والإعلاميين الرائعين، حيث يقوم بنقل الخبر بكل شفافية وصدق. أتمنى له كل الموفقية في عمله.
أنا آرام سركيس. بالنسبة للغالي أبو ممو مراسل كردستان بيستوجهار العزيز ما بعرف شو بدي أحكي عنه، يعني دلوفان شتو هو إنسان جدا رائع خلوق. وين ما بروح بشوفه هو جدا إنسان نشيط ومحب للعمل، إنسان مثابر بكل معنى الكلمة، إنسان محب للغير ومحب للعمل. بدي وجه له تحية كتير كبيرة. بدي أقول له أنه شكرا لوجوده ووجود أشخاص مثله هيك بيعطونا تفاؤل وسرور وفرحة. يعني أنا لما بشوفه بالشارع لا إراديا ببتسم بوجهه، لأنه هو هالقد شخص إيجابي وشخص محب. طبعا دلوفان شتو صحفي نشيط ومميز، ومن أهم صفاته أنه بيعتبر الصحفي التلفزيوني الأكثر إنتاجا طوال السنين الماضية بمنطقة روج آفا وشمال سوريا. طبعا مواضيع دلوفان بتتميز بالطابع الفني والتراثي والثقافي، وبحكم أنه دلوفان من بيئة ريفية كمان الزراعة أخذ حيز كبير من تغطيته الإعلامية. دلوفان اشتغل مواد حلوة كتير بالفترة الماضية، إحداها عن قطار القامشلي، وكمان صيد الطيور خلال الأيام الماضية بمنطقة عمودة حسب ما أذكر. وكمان دلوفان يعني عمل مادة حلوة كتير ونعمل لها مشاركات وتعليقات وعملت صدى كبير يعني بالإعلام، لما غطى مادة إنسانية عن شاب استشهد بتفجير القامشلي. الشاب كان عم يوزع كروت عرسه وبالتفجير يعني استشهد. طبعا دلوفان بيتجنب أمور التغطية الحربية وجبهات القتال، وهذا يعني تعتبر من إحدى المآخذ عليه. وكمان دلوفان يعني لم يعطي قضايا النازحين واللاجئين يعني تلك الأهمية. كمان إنه مسألة الأقليات دلوفان ما اشتغل عليها كتير، يعني هاي كمان فينا نعتبر إنه من السلبيات اللي يعني تتاخد على دلوفان ولازم يشتغل عليها بالأيام الماضية. طبعا من أبرز الانتقادات لتغطية دلوفان الإعلامية إنه هو خلال 3 سنوات يعني من عمله الإعلامي جنب الأمور الميدانية وتغطية جبهات القتال، يعني كالعمل كمراسل حربي. وكمان يعني دلوفان لم يعطي الجانب الإنساني ذلك الاهتمام الذي يذكر. أخص بالذكر يعني قضايا النازحين واللاجئين، من المفروض هيك قضايا يعني تاخذ حيز كبير من اهتمام الإعلامي. كمان دلوفان اشتغل مادة مثيرة للجدل بريف تربسبية القحطانية، يعني عن بيت يتعرض للحرق والسحر والجن. بطبيعة الحال الإعلام الجاد لا يتطرق إلى هذه الأمور ولا يشجع الناس يعني على السحر والشعوذة ومسائل الجن. يعني هي بطبيعة الحال أمور فلنقل يعني أمور خلافية في الإعلام. يعني يفترض في الإعلام الجدة والالتزام والمسؤولية، يعني هكذا أمور خلافية الإعلام لا يتطرق لها. بطبيعة الحال كخلاصة دلوفان هو إعلامي ناجح، وبرأيي سيكون له مستقبل مشرق في الأعوام القادمة. سمعنا بعض الآراء من بعض الزملاء بالإعلام، وأكيد أنا خصصت تقريبا كلام هبار بالأخير كرمال بعض الأسئلة اللي هو ممكن انتقدك فيها. إذا بتقدر تجاوب وتجاوبنا عن إنه ميلك مثلا أكثر لهالأمور، وأيضا عن قصة البيت والجان تمام. طبعا بالبداية بحب أتشكر زملائي اللي كانوا بالاستطلاع. طبعا تحية خاصة لصديقي هيبار، يعني كان له فضل كثير كبير علي، يعني هو معلمي مثل ما بيقولوا. يعني أول انطلاقتي بالإعلام كنا مع بعض، وأنا استفدت كثير من هيبار تجربته. بوجه له تحية كبيرة كثير. أنا شخص بحب كثير النقد، يعني أنا لما هيبار كان بيحكي طبعا أنا مبسوط كثير يعني، وبنبسط لأنه أنا يعني بالمستقبل راح أتجاوز هي النقاط اللي سواء كان سلبية أو قليلة مثل ما يقولوا. قصة الجان، طبعا أنا بعتبر أنه الإعلامي هو وظيفته نقل الحدث، ما أنه طرف أو يعني حتى كثير من التقارير اللي أنا عملتهم يمكن ماني موافق عليها، أو بالأحرى ما لي رأي، ما بصير أعطي رأيي. أنا وظيفتي نقل الحدث. قصة البيت اللي انحرق فعلا قصة واقعية وحقيقية، ما أنا جن يعني ولا
لانه مو مره ومرتين وثلاثه. طبعا انا القريه بعرفها، والبيت اللي انحرق كمان يعني في صله قرابه كمان شوي. خلال سنه كامله انا ما زرت القريه وما رحت، يعني رغم انه سمعت انه صار الحكي هذا بس ما رحت. بعد مرور السنه كامله رجع البيت انحرق مرة ثانية، وخلال أسبوع 3-4 مرات. يعني صارت حادثة وصار العالم عم تحكي. أنا رحت أنقل الحدث وأنقل الشيء اللي يصير بالقرية. التقيت مع أصحابين البيت وحتى أهل القرية، وإجوا الكل يعني حكوا بصراحة يعني كان في هناك سر يعني. ليش عم يحرق ما بعرف. طبعا أنا نقلت الحدث كما هو، لأنه حادثة وصارت يعني العالم عم تحكي، سواء كنت موافق على القضية هاي أو لا. أنا نقلت الحدث فقط لا غير. ممكن قصده للزميل هيبار إنه مواضيع إنه لا تصدق بالعقل، ممكن إنه لازم ما نعمل عنها تقارير أو هيك شيء. طبعا لا، الإعلام بالمحصلة هو يعني مثل ما يقولوا جذب المشاهد، أو يعني تنقل الشغلات حتى المثيرة للعالم. يعني في قنوات تنقل شغلات يمكن ما تمس المجتمع أو كذا، بس بتلاقي إنه نقلوا في ناس، في قسم من الناس يعني بالعكس. ليش حتى القضية هاي ما تثير يعني؟ ليش نحرق البيت؟ معقول يعني صاحب البيت يحرق بيته؟ يعني أنا طبعا أخذ آراء القرية حتى مو بس أصحاب البيت. يمكن إنه صاحب البيت يكون عنده غاية أو كذا. طب أنا أخذت شهود عيان وكانوا واقفين وفعلا قال قدام عيوننا احترق البيت يعني. فيعني موجودة الحالة موجودة. وطبعا أنا ما رحت إلا بعد سنة حتى يعني، رغم أنه معرفتي السابقة أنه القرية هاي كانت فيها الحادثة هاي. رحت يعني أنا أخذت بعين الاعتبار أنه شغلة يمكن تكون اللعبة كذا، بس بعد سنة كاملة كمان عاودت الحرق رحت يعني. أكيد وقتنا ما بقى يسمح هيك، صار ضيق جدا. لكن إذا في عندي سؤال بس بسيط قبل ما نختم مع بعض، شو حابب تقول كلمة للأمن العام بشكل عام، للموجود، للمجتمع، لكل شيء، كرمال يقدروا يحيوا الإعلاميين والمؤسسات الإعلامية؟ شو حابب توصلون رسالة لهم يعني كرمال حمايتهم، كرمال احترامهم، صح يعني بصراحة الإعلاميين يمكن أنا قبل ما أجي قريت هيك معلومة. نعم. أنه بالنصف الأول من عام 2018 36 إعلامي قتلوا في مناطق متعددة من العالم يعني. نعم. يعني بمعدل أسبوع يعني إعلامي يقتل. الإعلامي مثل ما قلنا بالبداية أنه هو صوت الناس، مرآة المجتمع. نعم. المفروض طبعا يكون أنا بعرف أنه المجتمع بسطاء، الناس بسطاء يعني بيتعاملوا خاصة الإعلام بيتعاملوا بسهولة وبسلاسة. بس أنا رجائي من المؤسسات الرسمية أنه تفتح الطرق أو الأبواب للإعلام لحتى تسهل أمور الإعلامي ويكون فعلا صوت الناس يعني. بعد في مؤسسات أمنية مسكرة أبوابهم بوجه الإعلاميين يعني إذا ما كان مسكرة 100% بس هناك عوائق يعني. يعني فعلا بصعوبة نصل لبعض الغرف يعني مثل ما بيقولوا. والاختفاء القسري لبعض الإعلاميين كمان طبعا هاي كمان موضوع آخر يعني. حتى بالآونة الأخيرة صار في خطف حتى الأطفال اللي بصراحة يعني الناس تعبت مثل ما قلنا بالبداية. الناس تعبوا، وهناك مجال للتعليم، وهناك مجال للخطف، هناك مجال للرصاصات الطائشة. أنا من يومين عملت تقرير يعني طفلة صغيرة بدأت تطلع على الحديقة مع أهلها، اجتها رصاصة، والرصاصة الأطباء قالوا يمكن أن الرصاصة تضل بجملتها لآخر عمرها يعني. طيب شو ذنب؟ طبعا شو ذنب هاي المسكينة؟ في كثير أمور خطأ بتصير عنا وبدها معالجة، بدها تصحيح مسار بصراحة يعني. والناس تعبوا مثل ما قلنا. أكيد. معنا دقيقة واحدة هي إلك، شو حابب هيك توصل رسالة لكل محبينك، لكل الأشخاص اللي بتشعر إنه هن بيحبوك، شو حابب تقولون عبر منبر إذاعة 1FM؟ طبعا بحب وجه رسالة لكل اللي هلا عم يسمعونا. أنا دخلت مجال الإعلام بعشق، وفعلا بحب يعني من خلال عندي صفحة، عندي قناة يوتيوب، حابب اسمع انتقادات يعني، حابب يساعدوني
إذا أنا أخطأت بمجال معين أو بطريقة معينة أو عندي نقص مثل ما قال الأستاذ هيبار، بصراحة يعني أنا بحيي مرة ثانية. أنا بحب الانتقادات، يعني من خلال هالانتقادات نجاحي متوقف على هالانتقادات، وبالمحصلة عم نكمل بعضنا مثل ما قلت أنت بالبداية. وشكرا لك أستاذ سامر، وشكرا خاص لدارين طبعا ولكل كادر ون اف ام. شكرا لك أكيد. وأنا أيضا رح أشكر كل اللي كان عم يسمعنا اليوم عبر برنامج وجوه إعلامية. اليوم ضيفنا يلي كان بحالة عشق مع العمل، فكانوا اثنان بعشق واحد، عشق عمله فالعمل عشقه بالأكثر، أحب إيصال صوت الناس معاناتهم آلامهم، جعل نفسه أحدهم فاستطاع أن يخترق قلوب الكل خلف الحواجز وخلف السدود، وأوصل أصوات الجميع بدون خوف وكلل. لديه طموح وسوف يستمر حتى لو كان لآخر العمر. إنه الإعلامي دولو تشاتو. يسعد لي مساك عن جديد يا رب، وشكرا لك. بدي أتشكرك قبولك لاستضافتنا ببرنامج وجوه إعلامية. شكرا لك كثير وشكرا لاستضافتي. شكرا عن جديد مستمعينا. نلتقي يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة 6:15. الإعادة هي الساعة 3. بدي أتشكركم عن جديد، وشكرا أيضا لدارين. إلى اللقاء.